مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا، يا رب كلكم تكونوا بخير. عندي كده كلمتين خانقني بصراحة ومستفزيني جدا وواقفين لي هنا، ونفسي ان انا اطلعهم معاكم كده عشان ارتاح شوية واهدى. باختصار كده، احنا عندنا الكورة في العالم كله، في اوروبا وفي الدنيا كلها بقالها 10 15 سنة ماشية في طريق معين كده وفي اتجاه، واحنا في مصر هنا في الكورة واقفين مكاننا ما بنتحركش. والبند اللي انا هتكلم فيه النهارده، او النقطة اللي عايز اتكلم فيها النهارده، هي نقطة نظرة المشجع للعيب بتاعه في فرقته. لان الموضوع ده غيظني بقاله فتره، وجمهور الكوره بيتعامل مع اللعيبه بتاعتها بطريقه مختلفه خالص عن العالم كله. العالم كله بيتعامل مع اللعيبه على اساس ان هي من الاخر سلعه انت بتشوف زي السوبر ماركت كده، الحاجه دي مناسبه ليك، تمنها تمام بتشتريها، تمنها مش مناسب او مش مناسبه ليك اصلا بتروح سايبها وماشي. طيب اللعيب بقى بيحسبها ايه؟ ما بيحسبها حاجه واحده بس، مصلحته. اللعيب في العالم وفي الدنيا كلها بيحسبها مصلحته بس. عندنا بقى هنا في مصر جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، كل واحد واهم نفسه بحاجه كده وفيلم معين بقاله فتره عايش الفيلم دوت ومصدقه وعايز الناس كلها تصدقه. فانا حبيت اعمل فيديو اوصل رساله لجمهور الاهلي ورساله لجمهور الزمالك. ورسالتي الاولى هتبقى لجمهور الزمالك. جمهور نادي الزمالك اللي اي لعيب عنده بيجي يلعب شهرين ويجيب جون ويتعصب قوي ويقطع التيشيرت وتلاقيه جه مسك الحديد وهيكسر الدنيا، فخلاص ده كده بقى حلمي زموره، ده كده بقى شريك في النادي. وتلاقي بقى الالقاب طلعت والكليبات والفيديوهات نزلت على الفيسبوك، وتقعد تقطع له بقى حتت من الماتشات وتنزل له اغنيه اصاله واغنيه تامر حسني وتقعد تنزل له افلام وبتاع. وفي الاخر يجي يجدد يقول لك سلام عليكم، انا جالي عرض من قطر ولا عرض من الاهلي ولا عرض من اي فريق، وكل اللي فات ده بقى لح. ليه؟ عشان مصلحته. طب وانت؟ ولا اي حاجه. كل اللي انت كنت بتعمله له ده ولا اي حاجه. شفنا الاسطوره وشفنا ماتيب وشفنا احسن مدافع في الدنيا وشفنا بن قلبي وشفنا ساسي اللي جرح احساسي وشفنا امثله كتير جدا. شفنا لعيبه كتير جدا خدت اكبر من حجمها، وفي ثانيه لما شافت مصلحتها مش معاك ومصلحتها في مكان تاني قالت لك مع السلامه. اما بقى رساله جمهور النادي الاهلي، فعايز اقول له ان مش اي لاعب بيلعب عندك بيلعب عشان اسم النادي، ولا بيلعب عشان تاريخ النادي، ولا عشان الكيان، ولا عشان روح التيشيرت، ولا في الكلام ده. كل المصطلحات دي خلصت بقالها بتاع حوالي 10 15 سنة واحنا لسه مش مقتنعين. مفيش حد بيلعب عندك علشان تاريخك وبطولاتك واسمك الكبير. هم شايفين مصلحتهم عندك. الكلام دوت انت كنت بتقوله من 10 15 سنة، لان انت الوحيد اللي كان فيك كل المميزات. انت الوحيد اللي كنت بتدي رواتب عالية. انت الوحيد اللي كنت مستقر جدا. ما كانش لسه في بيراميدز، ولا كان في السوق الخليجي والسوق السعودي بيعمل الكلام ده زي دلوقتي. فالناس كلها كانت بتجيلك عشان مصلحتها، مش عشان اسمك وتاريخك واستقرارك. بتيجي عشان مصلحتها. لما بقى في بيراميدز بيدفع اضعاف اللي انت بتدفعه، ولما بقى في سوق خليجي وسوق سعودي قوي جدا وبيدفع اضعاف اللي انت بتدفعه، بقى سهل جدا اللعيب ما يجددش عندك ولعيب يفضل نادي تاني عنك. وشفنا كتير قوي ابسطها السنه دي، شفنا بس رامي ربيعه واكرم توفيق واسامه ابو علي واحمد عبد القادر واحتمال كمان اليو ديانج. 5 او 6 لعيبه هم انا ذكرتهم لك في سنه واحده بس. ده غير طبعا لعيب زي حمدي فتحي لما ينوي ان هو يرجع مصر ممكن يرجع على بيراميدز، ما يفكرش ان هو يرجع لك علشان بيراميدز حاطط اضعاف اللي انت هتحطه له. عبد القادر لم قرشين حلوين في قطر وعايز يلعب بقى دلوقتي وقت اللعب. فمصلحته فين؟ مع الزمالك. مش هيروح الزمالك عشان سواد عين الزمالك، عشان مصلحته. زيزو وامام لما جولك عشان مصلحتهم، مش عشان انت اسم كبير ولا عشان الكلام ده. امام عاشور دوت لو في التجديد الجاي جاله بيراميدز بضعف الراتب بتاعك وشويه حبشتكنات والاعلانات وبتاع، هيقول لك انا عايز اروح بيراميدز ومش هجدد عقدي مع الاهلي. زيزو نفس الكلام. انسى بقى قصه ان انا الاسم الكبير والتاريخ والكيان وانا غير، مفيش الكلام ده. اللعيب مش بيفكر في كده. اللعيب هيفكر في قرشين زياده، هيفكر في لعب، هيفكر مش عارف، بس. فانا رسالتي للجمهورين وجمهور مصر عامه، ما تديش اللعيب اكبر من حجمه وقيمته عندك. اتمنى من الجمهور في الاستاد انسى بقى قصه انك تنادي اللعيب قبل الماتش وتنادي اللعيب بعد الماتش والكلام دوت. انت بتنادي فرقتك وبتشجع فرقتك. اتمنى من جمهور السوشيال ميديا يخف شويه على البوستات، سواء بقى انك تقعد تنزل لي كليبات وتقعد تنزل لي في حبشتكنات ان اللعيب دوت مفيش زيه عندك والتاريخ كله معاه وبتاع، مفيش الكلام ده. واتمنى برضو انك تخف في حته الغيظ، وانك تجيب فريق تاني وتكيد الجمهور التاني وتغيظ في الجمهور التاني
علشان هو انت خدت ده فلان منه، فالتاني يقول له لا ما انا خدت علان منك. يا باشا الاتنين جايين لك، ده جالك ده جالك علشان هو عايز مصلحته معاك، وده جالك عشان مصلحته معاك، فهم مش جايين عشان سواد عينيكم انتوا الاتنين. دي كلمتين بصراحه مستفزني جدا، لان الميركاتو السنه دي في مصر سخن وفي مشاكل كتير في كل الانديه. في كده عمدان اساسيه في كل نادي هتلاقيها مشيت. هتلاقي في الزمالك زيزو، واحتمال كان الونش يمشي يروح الاهلي، واحتمال حسام المجيد يمشي ويروح الاهلي بعد كام سنه. وعندك الناحيه التانيه بتبص تلاقي ممكن وسام مشي، وتلاقي احمد عبد القادر عايز يمشي، وتلاقي مش عارف مين عايز يمشي، وهنا حتى في ابراهيم عادل في بيراميدز مشي. كلها مصالح، كلها مصالح. دول كلمتين انا حاسس اني ارتحت كده لما قلتهم. المهم انا رسالتي للجمهور: حبوا الفريق بتاعتكم اللي انتم منتميين ليها، واللعيب ده مجرد موظف عندك. باذن الله نتقابل الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.